لا دقيقة ياسر دقيقة. لا أقل من كلمة كلمة فوالا باش نعطيكم التعريف الاجتماعي في السوسيولوجي للأمن الجمهوري باش هيك نفهم ونوضحوا الأمور تكون واضحة جدا. عندما نتحدث عن الأمن الجمهوري يجب أن نتحدث عن الإطارات العليا في المؤسسة الأمنية، نتحدث عن استقلالية الإطار الأعلى للمؤسسة الأمنية المحايدة التي تتسم بالأخلاقيات والمبادئ وخاصة مبادئ الحياد، وهذا بالأساس ينطبق على القاعدة من الوزير ومعاونيه لأنهم يمثلون المرجعية. سيفو بلي أنا نحب نوصل ميساج إنه هما يتسموا مرجعية للأعوان، لأن الكادر الكبير هو اللي يعطي الأوامر، دونك المرجعية لتكوين الجهاز الأمني. فمن غير المقبول أن يتم تشكيك في حياد جهاز الأمني وفي الجمهورية وفي جمهورية المؤسسة الأمنية، لأن هذا التشكيك يحيلنا بالضرورة إلى تشكيك في النظام الجمهوري بصفة عامة. هذا التعريف لا مهم، قالت كلام علمي. تعريفك أنت يا أستاذة؟ لا تعريف علمي معناه تعريفك انت علمي، يعني تعريفك انت. اي تعريفي انا معناها تعريفك معناها صراحه يعني تعريفك غير واقعي وقابل للنقد، لانه ماناش نحكيو على شخص محايد، نحكيو على طريقه اداره محايده في جميع سامحني قلت الوزير. ايه هذا في جميع دول العالم في اعرق الديمقراطيات الوزراء تنتمي الى احزاب، الناس تتصل سياسات تنتمي الى احزاب. مانويل فالس في فرنسا من اللي عمره 17 سنه في البارتي سوسياليست ولليوم في البارتي سوسياليست، ما قالوا له انت تخدم في المؤسسه الامنيه وزاره الداخليه الفرنسويه في البارتي سوسياليست. يعني طريقه الاداره اذا كان باش تنقد استاذه لا يلزمك مش نقد، راهو انا نعطيك في تعريف سوسيولوجي وانا انقد تعريف سوسيولوجي بطريقه علميه وبادله تجريبيه. جبت تجارب في ديمقراطيات عريقه وقلت لك انه من الناحيه العلميه السوسيولوجيه يلزمكش تتحدث على حياد شخص، تحكي على حياد منهج، طريقه اداره وزاره الداخليه. حياد الاداره هو مطلوب، مش تناقشوا في التعريفات. سي اسامه استاذه بدره يعطيكم الصحه.